الطريق الصحيح نحو خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني عن هذه المجموعة. على كل حال إلى المجموعة السابعة، حيث قاد الجزائري إسلام سليماني فريقه ليستر سيتي إلى تحقيق فوزه الثاني تواليا بتفوقه على ضيفه بورتو بهدف دون رد، ليكون بذلك ليستر سيتي أول فريق إنجليزي يفوز في أول مباراتين بدوري الأبطال. الكينج باور ستاديوم لبس الحلة الأوروبية والأعين فيه صوبت نحو الجزائري سليماني العارف بخبايا الضيف بورتو. نصبه رانييري مستشارا قبل المباراة وموجها أثناءها. تحرك سليماني نحو هدفه المفضل كاسياس، ورأسيته لم تكلف إيكر جهدا مضاعفا. التسلل ألغى المحاولة. تواصلت المحاولات الزرقاء، وصلت الكرة على طولها إلى رياض محرز المتخصص في التمريرات على المقاس. قاتل التنين سليماني أعلن التقدم تحت شعار صناعة جزائرية. سليماني وكاسياس المطاردة مستمرة. قبل انطلاق الثاني ربما طلب رانييري من محرز تأمين الفوز بقفل جزائري. وعلى الميدان بدأ بورتو في مواجهة محاربي الصحراء هجوميا. رياض محرز وجه بيسرى كرة شتتها كاسياس بعد تمدده. وعلى المنوال نفسه كانت ردة فعل شمايكل على تسديدة المكسيكي هيكتور هيريرا في أول محاولة حملت صفة الخطر. غادر سليماني مصفقا له بعدما نثر الفرح، وكاد منسوبه ينخفض بعد تسديدة كورونا. وصوت ارتطام الكرة بالقائم بدد مخاوف التعديل. انتهت المباراة وتاريخ ليستر الأوروبي بدأت كتابته بالعربية. إسلام هو هداف مميز، وهو هنا حتى يسجل الأهداف. نحن نحتاج إلى رأس حربة مثله، وهنالك علاقة جيدة مع فاردي كذلك، ونحن نحتاج الجميع حتى نتقدم وحتى نفوز. المباراة ستكون كذلك على أرضنا، وعلينا أن نركز على البريمير ليج وكذلك على دوري الأبطال. الحمد لله، بفضل الله بفضل المجهودات تاع اللاعبين. الحمد لله حققنا فوز ثمين جدا، عندنا 6 نقاط، والحمد لله كما قلت داخلين في انا ورياض محرز. الحمد لله. مدينة ليستر إذا تتحدث العربية هذه الأيام. هدف جزائري 100% صناعة وتسجيل رفيق. بعد أن حقق ليستر انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا، كان السؤال إلى أين يسير ليستر سيتي الآن. سليماني يسجل هدفه الثالث مع هذا الفريق. أصبح السؤال إلى أين يسير إسلام سليماني مع ليستر؟ نتمنى إلى الأبعد، يعني إلى أبعد البعد. يعني لما لا يسجل في كل مباراة، لما لا يحسن يبقى على نفس المنوال، لأنه حتى في لشبونة كان يسجل في المنافسة الأوروبية، ولكن عندما تسجل خاصة في 4 مباريات الأخيرة مع ليستر، يسجل 3 أهداف في الدوري الإنجليزي في المنافسة رابطة أوروبا. هذا شيء جميل، حتى ذهنيا المعنوية للاعب شيء جيد، وخاصة الممرر هو الجزائر، نقدر نقول هدف جزائري. يعني حتى العرضيات ولا عرضيات رياض متعودين عليها نشوفوها في المنتخب الجزائري بينه وبين إسلام، فيه بعض التفاهم، يعني فيه من هذا الجانب هذا راح تعطي الإضافة خاصة لنادي ليستر. ولكن ليستر على ما أظن صحيح البداية غير موفقة في الدوري الإنجليزي. لا ننتظر ليستر الموسم لا، ولكن منافسة لمباراة مثل هذه أمام بورتو، ليس بالفريق الصغير أمام بورتو. يبدو انه ما زال ضايع في الرزنامه رانييري على كل حال، ما بين دوري الابطال والبريمير ليج وكذلك مسابقات كاس الرابطه اللي ودعها بالمناسبه. لكن تعطيه دفع جهاد من هذه، يعني عندما تفوز في دوري الابطال تعطيك دفع، خاصه العوده الى الدوري الانجليزي